الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ناس كتير جدا بتقول لي يا حاج سامي هو الفلتر مش يخنق ميه يا حاج سامي عن الموتور؟ اقول له لا، فلتر التصفيه يا جماعه يختلف اختلاف كلي وجزئي عن الموتور الفلتر العادي. ده شبك، كله شبك، شايف؟ الميه بتطلع واحده واحده بتجيب اخر الفلتر خلاص. مختلف خالص يا جماعه. في حاجه اسمها 20 بوصه سعه لتريه، دخول بوصه خروج بوصه. ده موتور قد ايه؟ 2 حصان. ده موتور قد ايه؟ 3 حصان. يعني 5 حصان بيشدوا من الفلتر التصفيه. يعني معناها يا جماعه كلامنا متجرب بفضل الله، بفضل الله متجرب، وعارف ان هو بفضل ربنا ناجح بفضل الله. 5 حصان بيشدوا، شايف الباي باص مقفول اهو. 5 حصان بفضل ربنا، 5 حصان. ده بيناول ده، شايف ده اهو خارج داخل كده، خارج بيناول ده، والباي باص مقفول. يعني 5 حصان بيشدوا منه، وممكن 7 حصان يشد منه. ليه؟ الساعة اللترية سريعة. الساعة اللترية ايه؟ سريعة. صعب جدا جدا يخنق المية عنك، مستحيل. ليه؟ والباي باص مقفول اهو. كلامنا الحمد لله كله بالفيديو، ما بنتكلمش كلام مرسل ولا كلام بق، كله بالفيديو. داخل اهو من هنا، باي باص مقفول، دخلت بوصة، فلترت المية، خرجت من الفلتر، دخلت على الموتور بتاعي هنا كده، دخلت هنا اهو تمام على الموتور بتاعي، شفط الموتور بتاعي، دخل الموتور بتاعي لل3 حصان بتاعي، الباي باص مقفول. يبقى عندي كده بفضل ربنا ايه؟ الساعة اللترية بتاعتي مكفية الحمد لله وزي الفل تمام، وشغل 100 100 بفضل ربنا عز وجل. وده عشان خاطر المطرقة المائية عن الموتور التاني. مش محتاجين اي شيك فالف خالص، طالما عندي الميه حاضره واختبرت عند العميل وعملت اختبار عند العميل ان الميه حاضره تمام، مفيش عندي اي مشكله خالص في التحضير خالص نهائي، يبقى ما ركبش بلف قبل الموتور خالص، ما اعملش عائق قبل الموتور خالص. يبقى كل مشكلتي كلها مع المطرقه المائيه هنا، عشان ده برج 15 دور. الرزعه نفسها لو ركبته قبل، الرزعه نفسها تيجي على الفرغه تبوظ لي مجموعه السحب اللي جوه، تقفع. والموتور كان بيسحب يا حاج سامي، بعدها بشهر ما بيسحبش يا حاج سامي. ليه؟ من رزعه المطرقه المائيه. الموتور جاب سي لوحده وما كانت موجوده ما قطعتش. ليه؟ رزعه المطرقه المائيه. الموتور شرخ الفرغه بتاعته يا حاج سامي من ايه؟ رزعه المطرقه المائيه. يبقى انت كل الكلام ده كله على البار بتاع بار اللي 1.5 بار. كل الكلام ده كله مكبوس حاليا لغايه هنا كده، مكبوس حاليا، مكبوس 1.5 بار، 2 بار، 3 بار، ولا يعمل اي حاجه. لما انا احمل النهارده على الفرغه بتاعتي 10 بار، لا شايف 10 بار، احمل على الفرغه بتاعتي 10 بار، لا مرفوض الكلام ده، مرفوض. تمام ماشي يا جماعه. يبقى انا عندي الحمد لله بفضل ربنا عز وجل كل صاعد معمول له محبس لوحده. التوزيع كان بوصه، عملنا التوزيع بوصه ونص بوصه ونص. تمام. اصبح شغل بفضل ربنا عز وجل مدروس بفضل الله، مدروس. والموتور بيبطل، شايف ازاي؟ الساعه اللي تري 10 على 10 مكفيه، 10 على 10 الحمد لله. المفروض 4 بلين بس مكان ما يكفيش، المفروض 4 بلين او 5. ليه 5؟ عشان 2 و3 5 كل حصان ببلون، عشان الساعه اللتريه، عشان خاطر يقعد معاك مده اطول زي دي كده، اطول ما يشتغلش، يريح مده اطول ما يستريح. مفيش حاجه اسمها ركب بالونتين تاني عشان الضغط يعلى، مفيش الكلام ده. البالونه ما هي الا خزان، فتره استراحه فقط لا غير، فتره استراحه. شايف الميه بتطلع واحده واحده فين؟ بتطلع واحده واحده فوق لما تملى الفلتر. مش حاجه اسمها فلتر مش هيتملي ميه، هيتملي ميه، هتملي ميه زي دي بتتملي ميه، ودي تتملي ميه، دي تتملي ميه. لما دي تتملي ميه، سؤال كده، دي تتملي ميه منك تبقى عامله زي التهمه. ده مش هيتملي ميه؟ هيتملي ميه طبعا. مع الوقت هتلاقي الهواء ده داب في الميه وبقى كله ميه، وبقى عندك سعه لتريه قد ايه؟ 20 بوصه. ودي 20 بوصه يا حاج سامي عشان خاطر ده 10 وده 10. تمام. لو دي اتملت رمله لغايه هنا، الميه طالعه بتضخ هنا وتطلع هنا، تضخ هنا وتطلع هنا، لما تعبي كل الفلتر كله. لو سبته معاك سنه بفضل ربنا يعبي براحته. لكن لو في مكان فيه رمل كتير هيعبي بسرعه، ويبقى عينك شايفاه. وبتعمل رجوع هنا باك وش زي ما علمنا بعض قبل كده، اقفل اليمين وافتح الباي باص، يعمل لي ردود هنا كده، اصبح بيغسل نفسه منه فيه. تمام. يبقى انا كده امنت شغل الحمد لله. كده عندي يا جماعه اخر كلام 5 حصان بيشدوا من الفلتر ال 20 بوصه. نار ابيض، ربنا يصحنا وحالكم. اهم حاجه يا جماعه تركب الجرد الاصلي مش المضروب. ماشي. واحد يقول لك ده مش عارف بكام، ده بكام، كل ده ضحك على الدقون عشان خاطر مضروب. صلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتير كتير، صلى الله عليه وسلم. نار ابيض، ربنا علمنا وعلمكم وزدنا بركه وزدت بركه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.